تصريح خطير من الرئيس عبد المجيد تبون يهز العالم، يفاجئ به المغاربة بعد قتل السلطات الجزائرية شبان مغاربة، ويعلن عن مفاجأة ستهز المغاربة. ولكن في البداية عطروا فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت متعاطف مع شبان المغاربة اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. أفادت المصادر أن غفر السواحل الجزائر العاملون بالمنطقة أطلقوا النار على شبان مغاربة يمارسون هواية ركوب الأمواج، وتم إطلاق الذخيرة الحية على شبان المغاربة، وتم قتلهم بوحشية من جانب السلطات الجزائرية. ولكن لم ينتشل غفر السواحل الجزائري جسامين الشبان المغاربة وتركهم جثثا هامدة في البحر حتى تأكلهم الأسماك، لكن الأمواج زحزحتهم إلى الشاطئ الجزائري. لكن ما هز العالم هو ما قاله الرئيس عبد المجيد تبون، وأدلى بتصريح نقله التلفزيون الجزائري وقال: تلقيت خبر وفاة الشبان المغاربة على يد غفر السواحل الجزائري، وأعز نفسي والشعب الجزائري والمغربي على هذه الجريمة البشعة. وأنا أمرت البحرية الجزائرية أن تفتح تحقيق رسمي وأن تلقي القبض على من قاموا بقتل الشبان المغاربة وإرسالهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم. وسوف نفتح تحقيق مشترك بين الجزائر والمغرب لملابسة الحادث حتى لا يتكرر مرة أخرى. وفي النهاية لو أنت عاشق ومحب للمغرب اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.